بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده الكرنبيت بطريقه سهله وبسيطه كمان، عشان حتى اللي بيعمل دايت وعايز ياكل كرنبيت ياكله براحته، ما فيش اي حاجه خالص. وكمان حاجات مش مكلفه وحاجات موجوده في كل بيت. طبعا معايا الكرنبيت بعد ما انسلق، طبعا سلقناه بميه، غسلناه كويس وسلقناه في ميه مغليه فيها ملح وفيها كمون عشان اي غازات او اي ريحه فيه. دي البهارات اللي هنستعملها. ومعايا بيضه، ومعاه الكرنبيت. طبعا انا سلقته وحطيته في المصفى صفى الميه اللي فيه كلها. وهنحتاج معلقتين زيت، ومعايا كزبره خضراء او بقدونس. ودي معايا الهراسه والبوله. ممكن ترسي بشوكه، بكوبايه، باي حاجه، ما اشترطش الهراسه. طبعا نزلت بالكرنبيت زي ما قلت لكم، انا مصفيه من الميه خالص عشان ما يفكش معايا. هبدا اتهيكه معايا خالص لحد ما يبقى عامل معايا زي البطاطس البيوريه، او لو في حتت بسيطه مش مشكله. طبعا عشان احنا سالقينه كويس ما بياخدش وقت وينسلق معانا على طول بسرعه في ثواني. كده هبدا انزل بالبهارات اللي هي ملح وكمون وتوم باودر وكزبره ورشه بابريكا. اي بهارات حابه تحطيها تانية او حابه تشيليها براحتك خالص حسب الطعم اللي انت بتحبيه. وهنزل بالبقدونس. طبعا انتوا عارفين البقدونس بيساعد على حرق الدهون. ودي بيضه عليها شويه فلفل. وطبعا زي ما انتوا عارفين الكرنبيت والكرنب دي حاجات كويسه في الدايت وبتساعد على الحرق كمان. وكده نزلت عليه معلقتين زيت، وممكن تاكلي منه اي كميه وما انتش قلقانه من اي حاجه. هبدا اقلب كل حاجه على بعضها، البابريكا والثوم البودر والكمون والكزبره. ممكن لو ما عندكيش توم باودر، فص توم فريش عادي وبتخرطيه قطع صغيره. كده هبدا اقلب كل المقادير عشان اتاكد ان كل المقادير اختلطت مع بعضها. كل اللي احتاجناه في الكميه دي كلها مدوك معلقتين زيت. ممكن تحطهم زيت زيتون، لو انت بتحبي طعم الزيت الزيتون ممكن تستغنى عنهم بزيت زيتون. همسك الصينيه بقى ادهنها بمعلقه زيت، او لو عندك صينيه ما بتلزقش هتستغنى عن معلقه الزيت دي، او لو عندك ورق زبده هتغنيك عن معلقه الزيت. بس انا هدهن معلقه زيت تاكيدا للصينيه. والخليط ده بعد ما تعمليه ممكن تسيبيه في التلاجة حوالي ساعه عشان يتماسك معاك اكتر. كده زي ما انتوا شايفين انا بدات اخد كويرات زي ما انتوا شايفين على ايدي كده، وهبدا افردها. السمك كده حسب ما انت عايز. انا بحبها رهيفه خالص وهتشوفوها في الاخر. انت حباها يكون فيها مليانه شويه، هتطخري شويه القرصه اللي انت بتعمليها عن كده. بعمل معاكم كذا واحده عشان اللي ما خدش باله من الاولانيه ياخد باله معايا في دي. وطبعا احنا كلنا بنحب ناكل الكرنبيت بس بنخاف من كميه الزيت اللي هو بيشربها. انما كده احنا اعتبر استغنينا عن الزيت خالص. يعني المعلقتين الزيت اللي احنا حاطينهم في الخلطه دي لو حبيتي تقليه ممكن ما يقولكيش القطعه واحده بس من دي. طبعا انا مولعه الفرن عشان يسخن. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. انا حطيته على الفرن من تحت عادي خالص لانه طبعا كله مستوي ومفيش غير البيضه. والبيضه طبعا ما بتاخدش اي وقت، هو بياخد معاك حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. وده شكله بعد ما طلع. طلعته من الصينيه وحطيته كده في الطبق. حابه تقدميه مع اي حاجه بقى. ممكن تاكلي منه مع نص رغيف عيش بلدي، او ممكن تاكليه حاف كده من غير اي حاجه، لان طبعا هو فيه البيضه وفيه الخضار اللي هو مثلا البقدونس والكرنبيت وكل حاجه. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه عشان اللي ما بيحبش ياكل الكرنبيت مقلي وعايز ياكله خفيف يعمله بالطريقه دي. يا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه عليكم وتجربوها، وما تنسوش الاشتراك يا حبايبي. مع السلامه.
متنسوش لايك وشير سبسكرايب وانتشر الاشعارات، وصلوا الفيديو ده اكتر من 1,000,000 لايك. مع السلامة حبيبي.